طيب يا اخوان، اتفرجت على اول حلقتين من مسلسل ون بيس الواقعي واللي نزل كامل على منصة نتفليكس، وهم عبارة عن 8 حلقات مقتبسة من الانمي الاصلي. وصراحة المسلسل جميل جدا. طب خلونا يا اخوان اولا ما نظلم المسلسل بالمقارنة مع الانمي. الانمي طبعا شيء اسطوري وخرافي، ولكن ما نظلم المسلسل بالمقارنة اللي حتكون طبعا غير عادلة. طبعا بشوف انه اللايف اكشن لون بيس نجح في نقل عالم ون بيس الى الحياة الواقعية، وطاقم العمل كان من الممثل الرئيسي اللي هو إيناكي جودوي، واللي بيقوم بدور لوفي نجح في تقمص الشخصية بشكل جميل جدا. وكمان الممثل ماكينيو الممثل الياباني برضو اللي كان بيقوم بدور زورو كان برضو رائع في دور. وكل النجاح ده طبعا بيكون تحت إشراف أودا شخصيا. لكن هل كان العمل كله مقتبس للأحداث خطوة بخطوة؟ لا، ولكن نفس الأحداث بشكل عام من غير تحريف في القصة الأصلية. بشوف بعض الأسئلة من الناس اللي ما تابعوا الأنمي: هل إذا أنا ما تابعت الأنمي أقدر أتابع المسلسل؟ الإجابة هي نعم، تقدر تتابع المسلسل، لأنه المسلسل يقتبس تقريبا 100 فصل من المانجا، أو تقريبا حوالي 50 إلى 60 حلقة من الأنمي. فإذا قررت أنك تتابع المسلسل وتتخطى أول 50 حلقة من الأنمي حتكون فكرة يعني مش بطالة، لكن إذا تابعت الأنمي طبعا أكيد أفضل برضو. وتقييمي لأول حلقتين من مسلسل ون بيس الواقعي 9/10، وأتمنى يكون باقي الحلقات بنفس الجودة بعد ما تتم الحلقات إن شاء الله ولينا كلام. سلام.